طب هو ليه احنا سميناها أزمة منتصف العمر؟ هي ما اسمهاش خالص أزمة منتصف العمر على فكرة، هي اسمها أزمة أفكار. العمر عمره ما كان أزمة، كل مرحلة وليها جمالها الخاص. يعني العشرينات لها جمالها الخاص، التلاتين ليه جماله الخاص، الأربعين ليه جماله الخاص جدا جدا جدا. يعني ما اسمهاش خالص أزمة منتصف العمر. والخمسين ليه جماله، والستين ليه جماله. هي اسمها أزمة أفكار يا جماعة. لو احنا غيرنا أفكارنا وغيرنا معتقداتنا وحبينا نفسنا وطبطبنا على نفسنا، وكل إنجاز حتى لو صغير حققناه في حياتنا كافئنا نفسنا عليه وافتخرنا بنفسنا وقلنا لا جميل اللي احنا حققناه، حتى لو كنت أنا يعني ما بشتغلش أو ست بيت، فأنت بتعملي عمل عظيم إن أنت بتربي أولادك. تربية الأولاد دي إن أنت بتطلعي أجيال صالحة، بتطلعي أجيال متزنة نفسيا، بتطلعي رجالة، بتطلعي ست بيت محترمة. فأنت بتعملي عمل كبير برضو، بتنجزي أعمال كويسة، فما تزعليش وما تتضايقيش. بس كل اللي أنا عايزاه منك، أو كل اللي أنا عايزاه إن أنت تعمليه، هو إن أنت يعني ما تحبطيش نفسك وما تزعليش، ودايما قولي ان شاء الله. يعني انا هسعى، انا هبقى كويسه، انا هعمل حاجات اكتر مبهره، بس اخلص هي مرحله معينه، اخلص حاجه، لان اللي عندها اطفال وبتربيهم اكيد هتبقى مسؤوليتها كبيره. فهيجي في وقت معين هتلاقي نفسك ان انت ربنا رضاكي بالماديات واولادك كبروا وابتدوا يعتمدوا على نفسهم شويه. انطلقي، يعني شوفي ان كان انت كان نفسك تعملي ايه اعمليه. هو ايه اللي هيمنعك؟ يعني طالما انت بتعملي حاجه ترضي ربنا وحاجه هتبقى فيها نفع ليكي ونفع للناس، انت كده بتعملي عمل صالح. يعني فكري، بلاش تفضلي تجلدي في ذاتك، لان جلد الذات حقيقي من الشيطان. انطلقي وحققي كل اللي انت عايزاه، وافشلي وتعلمي، ولو ما كانش النهارده يبقى بكره، بس اهم حاجه ما تكسليش، واهم حاجه لو في هدف حقيقي هيساعدك، او هدف هينفعك وهينفع اللي حواليكي، ما تتردديش ثانيه واحده. وزي ما قلت، هي مش أزمة منتصف العمر، هي أزمة أفكار. ما تقوليش لا الوقت فات، ما تقوليش أنا كبرت. الغريب جدا جدا إن في بنات في العشرينيات، يعني واحدة كانت بتتكلم معايا عندها 27 سنة، بتقول أنا عندي 27 سنة أنا لسه ما حققتش حاجة، لسه ما أنجزتش حاجة. طب ليه؟ ما أنت لسه العمر طويل قدامك. واحدة تانية عندها 37 سنة بتقول أنا كبرت، انا 37 سنه لسه. الرسول عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي في 40 سنه. في ناس حققت نجاح كبير جدا وهم كبار. العمر ما كانش مقياس لاي حاجه يا جماعه. ما تخلوهاش اسمها ازمه، هي ازمه افكار. غيروا افكاركم، خلوا في حسن ظن بالله، خلي في ثقه في النفس. اسعوا، اقروا، طوروا نفسكم، زكوا نفسكم، ابعدوا كتير عن الذنوب. على قد ما تقدروا قربوا من ربنا. اتمنى لكم حياه سعيده.